السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا كل حبايبي. هنعمل الكبدة الاسكندراني، حاجة كده تحفة وجميلة بسرعة للعشاء او لجوع اخر الليل. يلا نشوف المقادير على طول. دي قناة اكلك على قدك، معانا فصين توم مع رفايدة. اكلك على قدك مع رفايدة. اول مرة تشوفوني اعملي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة انا بنزلها جديدة. سامحوني ان انا اللي ماسكة التليفون. فحطينا فصين توم كده في الطاسة، حطينا عليهم الكبدة على طول. اما احمروا كده وطلعت ريحتهم، حطينا عليهم الكبدة، بنديها بس تشويحة وبقلبها كده عشان تاخد الصدمة وتمسك نفسها بقى. ما تنزليش مية في الطاسة، ولازم الطاسة تبقى حامية جدا. اما ننزل التوم ويكون الزيت حامي، هو بيحصل طرطشة، اعملي بقى في حلة ولا في حاجة. احنا بنعمل في طاسة عشان يعني ايه يبان التصوير يعني. انما انت اعملي في حلة غويطة مش هيطرطش الطرطشة اللي حصلت دي. فخير الحمد لله. سامحوني على اكتئابي بصراحة، يعني ايه حصل لي موقف مش ظريف كده. فالحمد لله على كل شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وارزقنا خيرا منها. أما تبتلي بحاجة أو يحصل لك حاجة فقولي اللهم أجرنا في مصيبتنا وارزقنا خيرا منها، إن شاء الله ربنا يعوضنا خير. حطينا طبعا ايه ادينا عايزه اقول لكم التركية اللي انا بعملها دي جزرايه. ببشر جزرايه كده وياها، بتديها سكره جميله، وكمان بتديها طعم حلو جدا والله، وكمان قيمه غذائيه عاليه يعني. البصل، في ناس بتحب تحط البصل الاول، بس البصل الاول مع الكبده ما ينفعش، مع خصوصا الكبده الاسكندراني، لان هي اصلا ما بتاخدش سوا. يعني احنا بس بندبل البصل لازم يبقى بيقرمش كده زي بصل الشاورما. والفلفل، فلفل الوان، عايزه تحطي فلفل حامي حطي، ده كله اختياري. وطبعا بنبهر بقى فلفل اسمر، ملح، حبه كمون. اعمل ايه اهون، بنبهر بقى ملح وفلفل وكمون زي ما قلت. وحطينا بقى فلفل الوان وبصل. والتركايه ده حبه جنزبيل، حطي الجنزبيل على او حطي السبع بهارات على الكبده ودوقي الطعم. حطي الجزر ودوقي الطعم، ما تكتريش جزر، بس يعني ايه بشر جزرايه صغنونه كده او ايه نص جزرايه كبيره. اولا هيزود لك الطعم وهيزود لك القيمه الغذائيه وهيزوده لك وهيكتر لك الايه، هيخلي الطعم جميل. احنا هنا بنحط دقه. فاكرين الدقه اللي كنت عملتها لكم بتاعت دقه ونص على القناه؟ هتلاقوها على القناه، جميله جدا، اتمنى تجربوها وريحتها تحفه. وبص تنفع لكل الحاجات دي، بديل الملح اهو. طبعا تشويح بقى على طول، ايدك فيها يعني ما تشيليش ايدك منها، ما تسيبهاش كتير عشان الكبده ما تتهراش. وكمان البصل يدوب يعني يدبل. شايفين البصل دبلان، طعمه بيبقى حلو قوي وهو دبلان كده، مش بيقرمش، بس يعني ايه مش متهري، مش مهري. تمام. احلى طبق كبده اسكندراني. بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك والتعليق، اكتبوا لي كومنت حلو منكم، وادعوا لي ربنا يصلح احوالي واحوالكم يا رب العالمين، ويرزقكم الخير اينما كنتم واياكم، وارحم موتنا وموتى المسلمين، واغفر لحينا وميتنا يا رب، وارزقنا حج بيته يا رب العالمين. يا رب تاني سنه نكون على عرفات كلنا يا رب، واجمعنا به في جنات النعيم. اهون طبعا معانا بقى سندوتشات الفينو او الكايزر. قولوا لي بتقولوا عليه في بلادكم ايه، لان احنا في مصر بنقول كايزر، في دمياط بيقولوا فين احنا في مصر بنقول فينو، وفي دمياط بيقولوا كايزر. املي بقى السندوتش كده، ده سندوتش كبده يعني ما بيجيش كل يوم، فايه امليه بقى كده وحط الكبده والبصل. ولازم البصل، بصي لازم البصل. في تركايه كمان كده بيبقوا يعملوها، ان هم يحمروا يفتحوا العيش خالص ويحمروه. فانا بصراحه لو اتحمر مش هيدي الهشاشه بتاعت الفينو دي. فهو كده ايه اجدع حاجه يعني، وخليه طالع باظظ كده، وكتري بقى يعني. بداي بقى سندوتشات كبده يعني. عشا بقى سندوتشات المدارس إيه بتاع اللهم صل على النبي، سندوتشات دروس، حد رايح دروس. سندوتشات رحلات، زي ما يعجبك اعمليها. احنا عملناه كده بقى ايه، عملنا ده كده بفين، وفينا ناس بقى بتغمس بالعيش، فسيبنا الباقي ايه ده الغموس العيش كده. ده كان عشاء، جنبيه سلطه طحينه او جنبيه سلطه خضراء، بس سلطه الطحينه بتبقى احلى كمان. وممكن تحط في سندوتشات سلطه الطحينه او كاتشب او مايونيز على حسب ما انت عايزه. الكبده بتتاكل باي طريقه او اي شكل، والله ما بتقول لا. حبايبي لو وصلتوا معانا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناه.
بقول لكم دخلوا البصله جوه ولا سيبوها بره عشان تبقى باينه كده. دمتم في امان الله. سبتكم بقى مع الفيديو. متنسوش دعوه حلوه منكم.